مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة عملت ورق عنب وصفة حلوة قوي وسهلة جدا. سهلة طبعا للي بيحب يعمل محاشي، بس لو احنا شفناها كده مع بعض وجهزنا لها هتبقى سهلة وبسيطة علينا، وخصوصا البنات اللي لسه داخلين المطبخ اللي ممكن يفتكروا ان أكلة زي دي صعبة وبتاخد وقت طويل. ريحتها كانت حلوة قوي ويا رب تجربوها ويا رب الوصفة تعجبكم. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجة هنا لازم نجهز فردة الكارع. فردة الكارع دي ضروري تكون بقري، وتكون صغيرة، مش حجمها صغير، لا الحجم الذبيحة تكون صغيرة، يعني ما تكونش عجوزة عشان تستوي بسرعة ويكون طعمها حلو. وهنا معايا ورق لورا ومعايا توم ومعايا بصل، اللي عايز يضيف طماطم يضيف. طبعا غسيل الكوارع ده مهم جدا، بنغسلها مرة واتنين وتلاتة، وبننقعها في شوية خل وعصير ليمونة، وبنرجع نغسلها تاني، وبعد كده بننزلها في مية سخنة عشان تستوي. في ناس بتنزلها في مية سخنة لمدة 5 دقايق وترجع تشطفها وتغير المية تاني، دي حاجة ترجع لك. لو انتي قلقانة اعملي كده، لكن لو انتي غسلها كويس خلاص يبقى تمام. بعد الغسيل مرة واتنين وتلاتة هتنزل في مية بتغلي وهتضيفي المنكهات دي. اللي عايز يضيف طماطم يضيف، اللي عايز يضيف قرفة سيجار يضيف، فكل دي اضافات اللي حاببها يضيفها. انا اكتفيت بالبصل والثوم وورق اللورا. هنا معايا معلقتين زيت كويسين، هضيف لهم طماطم انا كنت عاملاها صلصة وزودت كمان عليها طماطم تاني عشان انا عايزة التسبيكة تكون كويسة. هنا كده الكوارع كانت داخلة في السوا ما شاء الله عليها، ما خدتش وقت خالص. وهنا التسبيكة بتاعتي بقت تمام برضو. هجهز بقى ايه، لان انا ما ضفتش بصل في البداية خالص، انا سبت الزيت والطماطم بس. هنا معايا بصلة كده حلوة كبيرة، ضفت لها فلفل اسود بس. المفروض ان انتي بتدعكيها بايدك، بس انا اكتفيت كده ان انا قلبت الفلفل الاسود في البصل. ومعايا 7 بهارات وفلفل اسود وملح، والخضرة بتاعتي كده جهزتها. يبقى كل اللي انا طالباه تسبيكة ورق العنب، بصلة متضاف اليها شوية فلفل اسود وفلفل اسود تاني و7 بهارات وملح. التسبيكة بتاعتي كده انا ضفت لها ده حوالي كيلو رز. بس على فكرة انا ما حشيتش ورق عنب بس، انا حشيت محاشي تانية. يعني انت لو هتحشي نص كيلو ورق عنب هتكتفي بنص كيلو رز، بس انا زودت علشان حشيت محاشي تانية جنب ورق العنب. هنا كده هنبتدي نقلب كويس، بس انا عشان انا اللي كنت بصور وبقلب في نفس الوقت. تمام كده. هنزل بقى بالبصلة اللي المفروض اتدعكت بالفلفل الاسود. وهنا البهارات بتاعتي 7 بهارات وفلفل اسود وملح. ال7 بهارات دي بتغنيكي عن حاجات كتيرة قوي ممكن تضيفيها للوصفة بتاعتك، لان فيها زر ورد وفيها قرفة وفيها جنزبيل وفيها كبابة صيني وقرنفل. يعني احنا كنا عملناها قبل كده مع بعض، وهي بتغنيكي عن حاجات كتير قوي ممكن تضيفيها، تبقى ببرطمان واحد وجاهزة. هنا برضو نزلت بالرز والبهارات بتاعتي والبصل، ودلوقتي الخضرة. انا بحب اضيف الخضرة في الاخر لان بحب الريحة بتاعتها تفضل موجودة و... وما تموتش، يعني ما تتبلش قوي. وهنا ضفت حوالي نص معلقة توم مفروم، برضو ده بيخلي ريحة خلطة المحشي حلوة قوي. اللي عايز يضيف مكعب مرق يضيف، اللي حابب يضيف شوية نعناع جاف ناشف تفركوا كده بين ايديكوا برضو مفيش مشكلة. هنا انا كنت لفيت كمية ورق العنب اللي انا عايزاها، وكانت فردة الكوارع بتاعتي استوت خالص وخلتها. هنا بقى ضروري نعمل الكفر ده علشان نحمي الكوارع بتاعتنا والمحشي. هنا عيدان ورق العنب دي بتدي مزازة حلوة قوي قوي، ضروري نحتفظ بيها ونحطها في أرضية الحلة بتاعتنا. لو حابة تضيفي بين الصفوف مفيش مشكلة، بس الأفضل خلينا في الكفر الأولاني أو في الطبقة الأولانية. يبقى عايزة تضيفي طماطم جزر بصل اللي انتي عايزة تضيفيه، شرايح ليمون، الكفر ده بتاعك انتي، حطي اللي انتي بتفضليه.
هنا معايا معلقتين زيت مش سمنة، ضفت لهم معلقة توم مفروم، ضفت لهم معلقتين صلصة طماطم، عايزة صلصة معجون طماطم جاهز، صلصة انتي عاملاها اللي يريحك. هنا مش هستنى التوم لونه يتغير، لا انا هضيف الصلصة على طول. هتغلي غلوة خفيفة كده وهنزل بالكوارع اللي استوت قوي وخليتها من العظم. ضروري من الخطوة دي. والله مش عايزة تعملي الخطوة دي وعايزة تضيفي الكوارع مسلوقة في الورق العنب، دي حاجة ترجعلك، بس دي هتديلها طعم ومزازة اكتر. التوم والطماطم المسبكين تسبيكة خفيفة دي كده هتدي الكوارع بتاعتك مزازة احلى. وفي حاجة هنا انا ما في التصوير ما كانتش ما اتصورتش، ضروري تضيفي لها نص عصير ليمونة، هتزود المزازة وهتدي للكوارع بتاعتك والورق العنب طعم حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي ممكن تكون مليانة تفاصيل كتير الأكلة دي، بس صدقوني هي طعمها هايل. كده رجعت الحلة اللي أنا جهزتها وضفت كمان شرايح ليمون. هبتدي كده أرص طبقة من على الحروف خفيفة، صوابع ورق العنب، وبعد كده هبتدي أنزل بالكوارع اللي أنا جهزتها وتبلتها ونزلتها في تسبيكة خفيفة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده شكل الكوارع كده بعد ما اتسبكت كده، هي ما بتاخدش بالظبط يعني 10 دقايق أو 7 دقايق كمان في التسبيكة دي. بتسيبيها كده تشكشك شوية في الثوم والصلصة، وبتسيبيها تهدى على ما بترصي كده شوية في ورق العنب وتبتدي تنزلي بيها في النص. اللي عايز يعمل يا جماعة ده في طاجن يعمله، اللي عايز يعمله في بايركس يعمله، اللي عايز يعمله في حلة كده، يعني هي المسألة ترجع لكم في انكم هتسووها في ايه. تسوية الطواجن حلوة في الشتا كمان احلى واحلى علشان بتحتفظ بالحرارة كتير، ما بتبردش بسرعة. بس انا سويته في حلة لان كمية ورق العنب كانت كتيرة على الطاجن اللي عندي. هنا بقى المرقة بتاعتي طبعا من شوربة الكوارع، هنظبط الملح والفلفل الاسود فيها لان احنا كده كده ظبطنا خلطة المحشي. هنظبط برضو المرقة بتاعتي وهبتدي كده انزل بيها على الحلة لغاية الصف الاولاني بس، وبرضو في شرايح ليمون تاني هرفعها على النار. هتاخد حوالي يعني مش اكتر من ساعة الا ربع او على نار هادية جدا. كده كانت استوت وكانت ريحتها هايلة جدا. اللي عايزة بقى الرصة بتاعتها تنزل سليمة تصبر عليها شوية علشان تنزل كده، لكن انا كنت مستعجلة وقلبتها بسرعة. هي ما باظتش قوي الرصة، بس كانت تحفة قوي وكانت مستوية، ورق العنب كان مستوي قوي وكمان الكوارع بتاعتي. الوصفة عجبت الناس اللي في البيت، يا رب يا رب كل وصفاتي تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة قولولي، ولو بتعجبكم قناتي قولولي، ولو مش مشتركين ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس.